معانا ومشرفنا الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور وعضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وكمان عضو لجنة الحوار الوطني، وشخصية من الشخصيات العامة اللي مشرفانا دايما في مصر وفي محافظة الغربية. في البداية يا دكتور بنسأل حضرتك رأيك في الحوار الوطني وعلاقته بمؤسسات المجتمع المدني ومدى نجاح إطلاق المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس. هو الحوار الوطني اللي أطلقه الرئيس في 26 إبريل 2022 أثناء إفطار الأسرة المصرية كان مفاجأة من العيار الثقيل لمصر بحالها. إن رئيس الدولة والأول مرة في الحياة الرئاسية أن يطلق رئيس الدولة حوار وطني. ويمكن التوقيت اللي الرئيس اختار فيه اختيار الميعاد ده هو عندما يعني الدولة المصرية اقتصادها حصل فيه نمو بشكل واضح، تم القضاء على حلول الإرهاب. أيضا طيب إيه الرئيس طالب إيه من الحوار؟ الرئيس طبعا يمكن لو هو عايز مجموعة قوانين أو تشريعات أو قرارات كان ممكن إحنا عندنا دولة مؤسسات وكان ممكن يستدعي مؤسسات الدولة وتعمل هذا العمل، ولكن الرئيس كان عايز المواطنين المصريين بكافة أطياف المجتمع، بكافة فئاته، بكافة محافظاته، إن هم يقولوا رأيهم وينتج عن هذا الحوار زي ما الرئيس قال إن هو نتائج الحوار هتعرض على الرئيس شخصيا. وأنا أتصور إن هي نتائج الحوار هيبقى يا إما مجموعة من المقترحات تشريعية تصلح أن تكون قوانين من أجل بناء الجمهورية الجديدة، أو قرارات تنفيذية تصلح إن الحكومة تصدرها يعني إصلاح بعض الأحوال اللي بتتم أو إصلاح الشعب أو إصلاح لأحوال الدولة المصرية. حضرتك شايف مدى ترسيخ ثقافة الحوار عند المواطن من خلال الحوار الوطني؟ حضرتك زرت يعني عدة أماكن كتير في مصر وشفت العديد من أو أدرت العديد من الحوار الوطني في العديد من الأماكن. حضرتك شايف ترسيخ الحوار الوطني عند المواطن المصري يفيد قد إيه في المستقبل وفي الإنجازات والمشاريع اللي بيعملها سيادة الرئيس؟ هو طبعا الحوار الوطني يمكن لما أعلن عنه وتم إسناد أمانة الحوار للسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأيضا الأمانة الفنية الشيخ محمود فوزي. الأمانة الفنية تلقت 96,000 مقترح من المواطنين وأكثر من 15,000 مشروع قانون. فده نوع من أنواع الإعلام السريع من المواطنين المصريين لقناعتهم بالحوار واستجابتهم ليه وتجاوبها معاه. أيضا لما احنا بدأنا نعمل زيارات مكوكية ونزلنا المحافظات المختلفة سواء القاهرة أو اسكندرية أو البحيرة أو المنوفية أو الإسماعيلية أو بني سويف، والمحافظات دي كان في استجابة وحوار حقيقي مع المواطنين، والمواطنين قالوا آرائهم. والحوار احنا قسمناه 3 محاور رئيسية، في محور سياسي وفي محور اقتصادي وفي محور اجتماعي. المحور السياسي يتناول عدد من القضايا المهمة وهي قضية الأحزاب السياسية، قانون بشر الحقوق السياسية، قانون مجلسي النواب والشيوخ، منظمات العمل الأهلي والنقابات. المحور الاجتماعي بيتناول عدد من القضايا المهمة: الصحة، التعليم، القضية السكانية، الأسرة وتماسك المجتمع، الهوية والثقافة المصرية. أيضا المحور الاقتصادي بيشمل عدة ملفات، في ملف خاص بالدين العام وعجز الموازنة، التضخم والغلاء، الصناعة، الزراعة، السياحة، العدالة الاجتماعية. كل دي موضوعات هيتم مناقشتها. ومجلس أمناء الحوار الوطني اللي أنا بشرف إن أنا عضو فيه حطينا أجندة وحطينا المقترحات تمهيدا لعقد جلسات قريبة لكل لجنة تعقد جلسة أو أكثر جلسات، وستخرج مجموعة من المقترحات أو مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية. حضرتك شايف دور المؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ايه عمق تفاعلها في الحوار الوطني وتنفيذ الآليات اللي بتنتج عنه؟ طبعا المنظمات العمل الأهلي هي جزء من المحور السياسي. منظمات العمل الأهلي عندها طبعا تصورات وطموحات إن احنا نطلع بورقة عمل كاملة عن قانون تنظيم العمل الأهلي، تطويره، مستقبل العمل الأهلي في مصر. وأيضا موضوعات مهمة إن احنا العمل الأهلي أصبح
ليس مجاله بس الرعاية مم. كما كان معروف سابقا، ولكن أصبح النهارده في التنمية بمفهومها الشامل، التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كل دي هتحتاج مجموعة من التشريعات والقوانين إن المجتمع الأهلي عشان ينهض ويقوى. أيضا إزالة كل العقبات والمشاكل اللي بتواجه العمل الأهلي. العمل الأهلي طبعا أصبح يعني جزء من يعني عمق الدولة المصرية، مم. وهو الشريك الثالث في مثلث التنمية. حضرتك شايف إنه نتائج الحوار الوطني ممكن تاخد وقت طويل في تنفيذ مطالب الشعب في جميع القطاعات؟ طبعا احنا يعني هو الموضوع احنا بالنسبة لنا احنا بقالنا فترة من الزمن جهزنا الملفات وجهزنا الموضوعات. هيبدأ بقى ينطلق قطار الحوار من اللجان. نتمنى ان طبعا احنا ما نغيبش، وايضا بس احنا عايزين نسرع ولا نتسرع يعني عايزين نسرع الخطى عشان نخرج بمخرجات جيدة، ولا نتسرع حتى لا نخرج بمخرجات قد تكون ضعيفة أو نتمشى مع يعني قيمة هذا الحوار. تعليق حضرتك على لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي بايدن، ويعني مبادرة الرئيس للصحفيين إنه قال يعني إحنا عندنا استراتيجيات لحقوق الإنسان واستراتيجيات للحوار الوطني، حضرتك شايفها إزاي؟ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بايدن ده يعني ده درس يعني يمكن أن يدرس للعالم كله. إن الرئيس كان واضحا ورسالة صريحة واضحة، وقال للرئيس يعني سبق الأحداث وعمل خطوة استباقية. إن أعلن للرئيس الأمريكي بايدن أن مصر دولة مؤسسات، أن مصر عندها استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، إن مصر عندها حوار وطني بيتم، إن مصر عندها لجنة عفو رئاسي. كل ديت مؤشرات تدل على قوة الدولة المصرية، وأن الدولة المصرية دولة ديمقراطية تحترم دستورها. وده كانت رسالة قوية جدا مش لبايدن بس، للعالم كله. رسالة من رئيس وطني يعني يؤمن بقيمة شعبه وبقدرته، وخلت الرئيس الأمريكي يقول مصر يعلن أن مصر أم الدنيا. في الأخير حضرتك إيه اللي توجهه للشعب المصري من جميع القطاعات بخصوص الحوار الوطني؟ بقول لكل أطياف الشعب المصري ومن المسؤولية، ويعني أنا بقول إن إحنا ده فرصة ذهبية غير مسبوقة، لابد إن الناس تستثمرها أحسن استثمار. إن جاء الوقت إن القرارات مش هتبقى قرارات فوقية، مش قرارات رئاسية، ولكن تخرج من الشعب ونبض الشعب. فبناقش الجميع إن الجميع يشارك برؤية، يشارك بمقترح، يشارك بتعديل تشريعي. ما نبقوش سلبيين. يعني عايزين النهارده يحصل زخم ويحصل يعني نوع من انواع ان احنا ندي قوه، لان ده نتائج الحوار يمكن ان تكون تساهم في، وهي فعلا هتساهم في انشاء الجمهوريه الجديده اللي احنا بنامل ان احنا كلنا نتعايش فيها بشكل جيد وبشكل ديمقراطي وبشكل يتمشى مع يعني ثقافتنا وما في مقدمتها المواطنه. يعني هو أنا كنت هختم بس يعني بمناسبة الجمهورية الجديدة، حضرتك شايف إن الحوار الوطني هيساهم بشكل كبير في بناء جمهورية جديدة بشكل صحي على أسس واضحة وسليمة؟ مظبوط الكلام طبعا، لان هيبقى فيه طبعا يعني قوانين جديده، تشريعات جديده، قرارات تنفيذيه جديده، استراتيجيات جديده، وده كل ده هيكون غايه في الاهميه. أنا شرفني جدا دكتور طلعت إن عملت معاك الحديث، شكرا. وأشكرك مرة أخرى. شكرا.